رقم 7. وما أدراك ما رقم 7. رقم مميز بمعنى الكلمة. إيه حكايته؟ أنا ندى وده ندى توكس. تعالى أقولك إيه الموضوع. من وأنا طفلة والرقم ده شاغل بالي جدا. إيه المميز في الرقم ده؟ ليه موجود بالقوة دي في كل جوانب الحياة؟ والكلام ده مش بالصدفة، لأنه موجود وبقوة في كل الحضارات والأساطير والثقافات القديمة. يلا نبدأ بالشق الديني. خلق الله الكون سبحانه وتعالى في 6 أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع. عدد آيات سورة الفاتحة وهي أم القرآن 7 آيات. السعي ما بين الصفا والمروة 7 أشواط. الطواف حوالين الكعبة 7 مرات. عدد الجمرات اللي بنرميها في الحج هم 7. عدد أبواب النار 7. انبهرت؟ لا استنى. عدد الكلمات اللي موجودة في الشهادة 7 كلمات. لا إله إلا الله محمدا رسول الله 7 كلمات. الكبائر في الإسلام هم 7. إيه هم الكبائر؟ هي الذنوب الكبيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعددها 7. تكبيرات العيدين هم 7 تكبيرات في الركعة الأولى. طب في السنة النبوية في وجود لرقم 7؟ في وجود لرقم 7. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في سن 7. وذكر صلى الله عليه وسلم أن هناك 7 يظلهم الله بظله يوم القيامة. ده وجود رقم 7 في الشق الديني. طب ليه وجود في الحياة؟ ليه وجود في الحياة؟ ورقة وقلم واكتب ورايا. عدد أيام الأسبوع 7. الجنين بيكتمل في بطن أمه في الشهر السابع. طيب وعجائب الدنيا 7. عارفين مين أول ناس اشتغلوا على قائمة عجائب الدنيا وحطوها؟ هم اليونانيين القدماء. حتى السلم الموسيقي يتكون من 7 درجات نغمية أساسية. قلتلكوا رقم 7 موجود في كل حاجة حوالينا، حتى الأمثال الشعبية ما خليتش منه. ده عامل زي القط ب7 أرواح. أنا فرحانة قوي، أنا حاسة إني في 7 سما. والله أنا حاسة إن أنا 7 صنايع والبخت ضايع. حتى الأساطير والحكايات القديمة سنو وايت 7 أقزام. مش معقول كل دي صدف. في الفلك بقى عندك 7 كواكب معروفة في النظام الشمسي، ودورة حياة القمر 28 يوم بتتقسم على 4 مراحل، كل مرحلة منهم 7 أيام. في العصر البابلي كانوا يعرفوا 7 أجرام سماوية. هما إيه؟ شمس، قمر، عطارد، زحل، الزهرة، المريخ، المشتري. وكانوا مقتنعين إن ال7 أجرام سماوية دول بيأثروا في حياة البشر بشكل كبير. طيب وفي علم الطاقة عندنا 7 شقرات، وهم 7 مراكز للطاقة في جسم الإنسان. شايفين رقم 7 حوالينا في كل حتة إزاي؟ يلا نعد عندنا كام 7 في الكون. خلق الله سبحانه وتعالى 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني 7 طبقات للأرض. عدد القارات في العالم 7. عدد المحيطات والبحار 7. عدد الألوان في قوس قزح 7. حتى الإلكترون ليه 7 مستويات مدارية. المصريين القدماء بقى كانوا بيعتبروا إن رقم 7 ده رمز للأبدية والكمال، وكان مرتبط بالآلهة ورموزهم، وكان عندهم 7 آلهة حامية. عند البابليين بقى رقم 7 كان مرتبط بالحظ والسحر، لأنه كان بيطابق عدد الكواكب اللي يعرفوها ساعتها اللي قلت عليهم من شوية. طب في اليونان القديمة كان في وجود لرقم 7؟ أيوة كان في وجود لرقم 7. عند اليونان القديمة رقم 7 كان بيمثل مراحل حياة الإنسان ورموز التغيير. ده رقم 7 ده ما سابش حاجة خالص، لا ما سابش. حتى بعض مدارس التصوف بتقول إن رقم 7 بيرمز لعدد مستويات الطاقة أو دوائر الطاقة، وكل مستوى ليه معنى روحي أعمق. وكمان في اليهودية رقم 7 رمز مقدس عندهم وليه صلة بالخطيئة والعقاب. ذكر كمان في اليهودية والمسيحية إن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح أن يأخذ معه 7 أزواج من كل حيوان طاهر على السفينة. في الصين بقى بيعتبروا رقم 7 رمز للحظ الجيد والسعادة في العلاقات. شفتوا رقم 7 في كل حتة ازاي؟ رقم 7 رقم 7 رقم 7. بجد الموضوع غريب جدا. لسه التقيل جاي ورا. ركزوا بقى معايا في اللي جاي. كتير من الدراسات النفسية بتقول إن ذاكرة الإنسان القصيرة بتقدر تحتفظ في المرة الواحدة بحوالي 7 عناصر. علم النفس بقى شايف إيه؟ شايف إن رقم 7 بيشد انتباهنا لسببين رئيسيين. أول سبب اسمه حدود الذاكرة البشرية. في خمسينات القرن العشرين عالم النفس جورج ميلر عمل دراسة شهيرة جدا كانت بعنوان The Magical Number 7 plus or minus 2.
والنتيجة كانت إن ذاكرة الإنسان قصيرة المدى بتقدر تمسك 7 معلومات في نفس الوقت، زي الكلمات والأرقام والعناصر قبل ما تبدأ تتلخبط. وده طبعا بيخلي رقم 7 مألوف وجريزي بالنسبة لعقلنا، لأنه بيتناسب مع الحد الطبيعي لقدرة الاستيعاب عند الإنسان. يعني بالبلدي كده تقدر تستوعب معلومات قد إيه في نفس اللحظة أو في نفس الوقت. طب إيه السبب التاني اللي علم النفس شايف إن رقم 7 بيشد انتباهنا عشانه؟ هو التوازن بين القلة والكثرة. الأرقام الصغيرة زي 3 و4 بالنسبة لنا بسيطة قوي، والأرقام الكبيرة زي 10 أو 12 بتبان كتير أو معقدة. وهنا بيجي 7 في النص. هو في النص مظبوط عشان يكون غني بالمحتوى وفي نفس الوقت بسيط كفاية عشان نقدر نفتكره. عشان كده كتير من القوائم الناجحة في الكتب أو الإعلام بتتكون من 7 عناصر، زي مثلا 7 عادات للناس الأكثر فعالية. خلصنا كده؟ لا ثواني، في إيه؟ في أوروبا في القرون الوسطى كانوا بيعتبروا رقم 7 رمز مقدس أو رقم مقدس، لأنه حاصل جمع 3 اللي هي رمز الروح و4 اللي هي رمز المادة أو الأرض. فكانوا شايفين إن رقم 7 ده بيوحد الروح والجسد. في الفلكلور العربي كانوا بيعلقوا للطفل اللي لسه مولود 7 خرزات زر عشان يحموه من الحسد. كده احنا خلصنا كل الحاجات اللي بتشير لرقم 7 حوالينا. حاولت اجمعها لكم على قد ما اقدر ويا رب اكون افدتكم. بصوا بقى، رغم ان في اختلافات في تفسير رقم 7 في الثقافات المختلفة، لكن بشكل عام رقم 7 هو رمز للقوة والكمال والروحانية. كلنا متفقين ان رقم 7 مميز، ما نعرفش ايه سر تمييزه، وما نعرفش هو ليه متكرر بالشكل الفظيع ده في كل جوانب الحياة. اتمنى في يوم من الايام نفك اللغز. يا رب الحلقة تكون لطيفة وضافت لكم شيء. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية على خير. ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.